اللهم إنك تعلم أنه لا يألو جهدا في سبيل كرامة وإسعاد شعبه ووطنه في السراء والضراء. اللهم حقق مسعاه وسدد خطاه. اللهم أدم على هذا البلد المغربي أمنه واستقراره واطمئنانه. اليوم الحمد لله انطلاق أكبر قافلة على الصعيد الوطني، اللي هي قافلة من المساعدات، مواد غذائية، أغطية، ألبسة، خيام، من ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء، متوجهة للمناطق المتضررة في منطقة الحوز ومنطقة تارودانت ومنطقة شيساوة ومنطقة ورجازات. وهذا كيبين على التكافل والتضامن ديال ساكنة أهل الصحراء على يعني جميع المصائب اللي تصيب بلادنا، سواء كان زلزال أو كانت فيضانات. وهذا يبين على مولي الخيمة الكبير اللي يقولوا عليه أهل الصحراء، وهذا يبين على العمق وعلى الوطنية الخالصة لجميع ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء. نحن اليوم طبعا نحضر الانطلاقة الرسمية لتقريبا أزيد من 50 شاحنة التي ستجوب إن شاء الله هذه المنطقة في اتجاه المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في المغرب، مراكش، تارودانت والمناطق المجاورة. اليوم هذا الفعل التطوعي وهذا الفعل المدني يعني يبين بأن أهل الصحراء تحضر في كل المحطات، وأن هذا الفعل من باب يعني التآزر والتآخي بين كل المجتمعات. طبعا المجتمع اليوم بالأقاليم الجنوبية إلى جانب كل المتدخلين من السلطات المحلية والقطاعات، طبعا اليوم هذه الحمولة من المواد الغذائية والأساسية التي سيستفيد منها يعني منكوبي زلزال الذي ضرب الأقاليم اليوم المغرب. ونسأل الله أن نرحم جميعا على الأموات، ونسأل الله الشفاء لكل المصابين. هذه المحطات طبعا من باب الإنسان، من باب الفعل الخير، من باب التطوع، شاركت في كل فعالية المجتمع المدني. اليوم شهدت العيون إحدى أكبر القوافل اللي انطلقت لمساعدة إخواننا بشمال المملكة بعد هذا المصاب الجلل الذي كان يعد قضاء وقدرا ولا رد عن قضاء الله سبحانه وتعالى. هذه القافلة تعبر عن الحس الإنساني والوطني الذي تتميز به ساكنة مدينة العيون. شكرا لكل من وضع بصمته في هذه القوافل، شكرا للحس الوطني، شكرا للحس الإنساني. طبعا من هذا المنبر لا يفوتني إلا أن أعزي جميع ساكنة المملكة المغربية، ونعزي أنفسنا على هذا المصاب الجلل الذي كان قضاء وقدرا لا مرد عنه. طبعا من هذا المنبر أيضا لا يفوتني إلا أن أقول بأن هذه الخسائر لم تكن خسائر بشرية فقط، بل هي خسائر لحضارة، تاريخ وأمجاد للمملكة المغربية لما آلت له مآثر جد مهمة في هذه المملكة. وشكرا.